بعد عملية لمشروع يتمثل في عملية الترميم والطلاء والتفريش المسجدي بفضل المحسنين الخيرين المساهمين المنفقين الغيوريين على حب الله تبارك وتعالى وعلى حب مساجد الله تبارك وتعالى، فآثروا خدمة بيوت الله على غيرها من الأمور الدنيوية. هنا من مدينة المساجد بلدية حاسي بحبح ولاية الجلفاء العينة مسجد زيد بن ثابت، واليوم بحلة جديدة تليق بزواره في الشهر الفضيل، استعدادا لاستقبال المصلين خلال شهر الصيام، خاصة صلاة التراويح والجمعة والتي تعرف توافدا كبيرا للمصلين. زيد بن ثابت الذي يعتبر منارة لمدينة حاسي بحبح، نشكر الجميع وجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. ومن خلال ذلك لا ننسى العمال القائمين على صيانة المسجد ورجال الخفاء والرجل الذي تصدق بفرش هذا المسجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وجزاهم الله خيرا خير الجزاء، وأكرم الله سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض. اليوم اكتملت الفرحة بافتتاح مسجد زيد بن ثابت بعدما دام غلقه لمدة شهرين من ترميمه وطلائه وتبليطه بمد الفانوس وتفريشه من طرف محسن متطوع من خارج الولاية. نشكر جميع القائمين وجميع الذين سهروا، على رأسهم معتمد الدائرة إمام المسجد شريف البشير وأعضاء الجمعية المسجد وكل المتطوعين والمساهمين والمتصدقين وجيران المسجد، نشكرهم جزيل الشكر. ولأن المسجد واجهة المدينة، فجمعية المسجد بالتنسيق مع الشباب المتطوع يسهرون على تنظيف وصيانة وخدمة بيوت الله بمشاركة العديد من المحسنين وبتأطير محكم من إمام المسجد ومعتمد الدائرة. فناء هذا الجناح الطيب المبارك، الله أسأل أن يبارك في القائمين وأن يحفظهم وأن يرعاهم وأن يثبتهم وأن يعينهم على أداء خدمة بيوت الله تبارك وتعالى توفيقا وكمالا ومتابعة واستمرارا. كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من المحسنين المتصدقين، أن يتقبل منهم وأن يجعل في ميزان حسناتهم وأن يحفظهم بحفظه وأن يبارك في أوقاتهم